السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بالجميع. اشترك حالا لا تكون ضيفا كن فردا عزيزا مع العائلة. قصتنا اليوم عن السر المدفون في قرية نائية تقع بين التلال والجبال، حيث لا يسير فيها أي أحد. كان يظن أن الزمان قد توقف بها. كانت المنازل مبنية من الطين والحجر، والأزقة الضيقة تعكس قسوة الحياة في مكان بعيد عن صخب المدن. لكن أكبر ما كان يميز هذه القرية هو سرها المدفون، وهو سر ظل يحيط بها لقرون طويلة، يحكى عنه في همسات الناس بين الأجيال، ولكن لا أحد كان يجرؤ على الحديث عنه بشكل علني. كانت هناك شائعات حول السر المدفون الذي يخشى الجميع التطرق إليه. يقول بعضهم إن الأرض التي تقوم عليها القرية كانت قد شهدت أحداثا مرعبة في الماضي البعيد، وأن أسلافهم قد دفنوا شيئا ما تحت الأرض، شيئا لا يجب أن يكتشف أبدا. ولكن ماذا لو كان هذا الشيء المدفون هو السبب في الحظ السيء الذي طالما يلاحقهم؟ ومنذ أن دخلت الأيام في شكلها الحالي، أصبحت الأرض التي حول القرية لا تزرع، والحقول تذبل، والموارد تتناقص بشكل غريب. لكن لميشيل كان الأمر مختلفا. كان شابا مغامرا وفضوليا بطبعه، ولم يكن يرغب في البقاء في الظلام عن ذاك السر الغامض. منذ أن قدم إلى القرية للعمل في أحد مشاريع البناء الخاصة بتحديث البنية التحتية، شعر بشيء غريب. كانت الأعين التي تراقبه في كل مكان، والهمسات التي يسمعها بين جدران المنازل تكشف عن وجود شيء لم يكن مفترضا له أن يكتشف أبدا. في فجوة ليلية، في حين تساقطت حبات المطر بشكل غزير، قرر ميشيل أن يستكمل بحثه حول السر المدفون. فقد سأل بعض سكان القرية عن ذاك السر، لكن كل من سألهم تحدثوا في همسات، وحاولوا تفادي إعطاء أي إجابة واضحة. لم يفهم ميشيل السبب الذي يدفعهم للتحفظ، لكن أحاسيسه بالغرابة كانت تزداد في قلبه. رجع ميشيل إلى مكتبته في المنزل الصغير الذي يقيم فيه في القرية، وفجأة لمس جائزته في الجريد، ففاجأته عيون قدم أثرية مكتوب فيها نص عجيب: من يحتسي اللعنة في يديه لا يستطيع النجاة إلا بالغور في الظل الذي لا يرى نورا. أصابه الذهول والحيرة، وقرر أن يحتسي هذا السر بيديه. تجاوز في اليوم التالي حدود القرية ومشى في الطرق الضيقة التي تقود إلى مجمع قديم للقبور. إن هذا المجمع الذي لم يكن يزوره أحد في العادة، بدا له أن يحمل في طياته سرا كبيرا. تسارعت دقات قلبه، وشعر بقشعريرة تجتاح جسده كله، كما لو أن شيئا خفيا يشرع في مشاهدته. في زريبة مرجانية بين قبور قديمة، وجد ميشيل مدفنا معززا بحجر قبر ضخم. تحمس لما تجده عيناه، وبدأ في حفر الأرض. كانت عضلاته ترتعش في زمانه ذاك، وفي لحظات مرت بدت ملامح قاربته تحت شفافة التل الذي حفره، حتى وجد حجرا آخر مغلفا بالطين يشير إلى أن هناك شيئا غامضا في داخله. سار الزمان قدما، وجاءت المناقشات في قريته تكشف أن السر الذي دفن هو فعل فجيع أحاط به زمن غابر. أما ميشيل فكان يشتبه في أن هذا السر سيحدث تغييرات جذرية في حياة الناس في قريته. مع تحفظه في فجوة الليل، قرر ميشيل أن يفتش في هذا المدفن العميق. تجاوز حجر القبر الأول وحفر أيضا تحت الطين، حتى سمع صوتا غريبا يأتي من تحت قدمه. فجأة انشقت الأرض بصوت عصيب، وانفجرت فجوة ضخمة قلبت محتويات القبر إلى ما كان يظنه ميشيل شيئا غير معروف. نظر إلى الداخل فوجد فجوة عميقة تتراءى فيها عيون مريضة وأشياء غريبة لم يكن يتصورها أبدا. في ذاك اللحظة شعر بأنه أسر في فخ غامض. أصابته حالة من الرعوب لم يكن قد جربها قبل، حتى أن نفسه شعرت بثقل غريب. كانت الأرض تصدع من تحته،
وصوت الرياح قد استعادت رنتها كصوت قدم تحاول النزول إلى جحيم. قرر ميشيل أن يستمر في حفر المجهول حتى يكتشف السر الذي دفنته أسلافه في هذه الأرض. وبمرور الزمان فجأة لمس يديه شيئا غريبا. لم يكن هذا شيئا طبيعيا، إذ كان يشبه مصباحا قديما لم تفارقه الرائحة الرطبة التي تشده إلى زمان بعيد. فجأة تفجرت الجانب الجانبي لقبر آخر في ذات المكان، وحين انفجرت المرافئ النارية ظهرت صورة رجل غريب فيه معالم قديمة وعيناه مرتعشتان في ظل ضباب غامض. رجع ميشيل إلى خطواته فقال: هل هذا السر مرتبط بالمدفن؟ هل هذا ما حاول أسلافي إخفاءه؟ تسارعت أنفاسه وجسده يرتعش بين الخوف والفضول. وفي تلك اللحظة تماهت أعينه لترى في الظلام شخصا آخر قد انهار في القبر. كان صوته متفجرا حتى غطت ريحه العاتية كل ما حوله. فجأة تصاعدت صراخاته لتحتسي رؤوس الناس الذين جاءوا ليعينوا سر الأرض. في ذاك المكان المظلم، وحين تسارعت خطوات ميشيل في أثر صراخات الرجل، تفجرت فجوة أخرى تحت قدميه. تراءت له تفاصيل الرؤيا، وفجأة وجد نفسه في مكنون غامض لا يعرفه. تجمعت الرياح حوله بشكل غريب، وشعر بقوة غامضة تحيط به. قامت الرياح برفع الأتراب حول جدران القبر، وتحول المكان إلى مجمع غير معروف تتيه فيه الأشياء. سمع ميشيل صوتا آتيا من الظلام قائلا: لا تحتسب النجاة إلا إذا لم تكشف عن السر. مشى ميشيل بحذر، وفجأة رفع يده ليمسح عينيه ليتحقق من شيء في الظل، وإذا به يرى صورة جسم إنساني يطفو في السماء، رائحته ملأت الهواء برائحة غريبة. عادت النباتات والأشجار لتحتسي ضياء غامضا يغشى المكان. شعر ميشيل بالتيه والتخبط في ذاك المشهد. بينما هو يحاول التفكك في اللغز الذي حاصره، تفجر جزء من الأرض تحت قدميه، ورأى حجر قبر قديم جانبي قد انفجر توا. حين لمس جانب الحجر المتفجر، شعر بما يشبه رجة خفيفة تصاعدت في أعصابه. في تلك اللحظة ساءت ملامحه، وحس بشيء غريب يحوم في المكان. وفجأة قفز رجل غريب من الظل، وصار يحدثه بصوت غريب وأحداث غامضة. قال الرجل: أنت تحتسي في يديك المصير الذي لا يجب أن تكشفه، وإذا فعلت فستفجر الروح التي قيدت في هذه الأرض. تفاجأ ميشيل من هذه المفاجأة، وأدرك أنه قد تعارف على سر في زمان غابر لم يكن ليعرفه أبدا. تجمعت رياح السماء في دوائر مدارة حول المكان، وشعر ميشيل بالغرابة تحوطه. في ذاك الموقف تمكنت الرؤيا من إدراك ما يجب عليه فعله. فجأة تسارعت الأشياء حوله، فانفجر جزء آخر من المدفن، وفجر صراخ غامض كل ما حوله، حتى أصاب ميشيل بالذهول والهوس. في النهاية تجمعت الرياح في فجوة عميقة في ذاك المكان، وأدرك ميشيل أنه كان في قدميه سر عجيب سيغير كل ما حوله إذا تم فكه. ساءت النور وغابت الرياح في زمان غابر. بعد لحظات من الذهول والتفكر، أحس ميشيل بالظلة تحوطه، والهواء في فمه يشبه الرائحة الغامضة التي كانت تسير في المدفن. كانت الرياح تحمل صوتا غريبا قادما من جحيم بعيد. ميشيل، وقد تأثر بحدث الحجر المتفجر والصراخ الذي سمعه، سار في ظلام غامض لا يعرف إلى أين يذهب. في ذاك المكان المعتم، فجأة بدأ يشعر بمفاجأة غريبة، ورفع عينيه ليدرك ما يحدث حوله. كان في ذاك المكان رجل آخر لم يكن قد رآه من قبل. في ضوء خافت كانت الروح تتجمع في زريبة عميقة، وأحس ميشيل بدفعة قوية تدفعه ليقترب. فجأة بدأ الرجل الغريب في التحدث إليه.
كان صوته غريبا كأنه يأتي من عالم آخر. قال: أنت لا تفهم حق فهم لما تفعله. تجاوزت حد المعرفة التي لم تكن قادرا عليها، وفي تلك اللحظة ستحاول تفهم السر الذي دفنته قوة غامضة في هذه الأرض. شعر ميشيل برعب عميق وتساؤل غامض. ففجأة بدأ الرجل يسمع أصواتا غريبة في الريح، وتفجرت منه كلمات غامضة تسارعت حول المكان. سارت تسارعات في مسار الرياح، وشعر ميشيل بأنه غارق في فجوة تفجرت بين أشجار وأتراب. في ذاك المكان المعتم كان يحسب أنه لا يجد سبيلا لفك اللغز الذي أحاط به. عند ذاك تفجر جزء آخر من المدفن، وفجرت صوت ناعمة في زريبة غامضة تجمعت حول جانبه. كانت الروح تحاول شدة أكبر لكي تحجم قوته وتحاصره بالقدم. فجأة انهار الجسم الناعم إلى جانبه، وفجرت ريح غامضة كل ما حوله. شعر ميشيل بالخوف يتسارع في أعصابه، وفجأة لمس يده شيئا غريبا في الظل. قال الرجل الغريب وهو يحتسي تفجرات الرياح في زريبة عميقة: إذا لم تكشف عن السر في هذه اللحظة فإنك ستفقد كل ما في حياتك، فالنار قد تفجرت في هذه الأرض. فجأة انفجرت الرياح في صوت مزعج، وهلكت النور الذي كان يحاول إضاءة المكان، وفجرت الظلمة صوتا يشبه الوجع الدامي. تسارعت الرياح ومعها قلب ميشيل، فشعر بأنه في فجوة غامضة لا تحمل أي سبل للخروج. في ذاك المكان المظلم، وحين تسارعت الرياح في أصوات متفجرة، شعر ميشيل بأنه في واقع غير معروف، حيث تتلأش فيه جميع معاني الزمان والمكان. فجأة تفجر صوت في أذنه، صوت مألوف. كان هو صوت صديق قديم. ميشيل تذكر. قال الصوت، ميزاته تتجسد في ذاكرته. تذكر صداقته مع ذلك الرجل الذي رحل عنه. السر الذي تحاول فكه لم يكن ليحجمك، بل ليريك ما هي حقيقتك أنت. ميشيل طرأت له فكرة عميقة، ففجأة تذكر الوعد الذي قطعه على نفسه، فأحس أن هذه الرياح لم تكن سوى إشارة إلى أن مصيره قد تم قبل أن يجد نفسه في هذه اللحظة. في لحظة قصيرة أحس ميشيل برجة قوية تجسدت في عصبه، وقامت بعض الأشجار بهز فرعها ليجد نفسه في واقع غير معروف. قامت الرياح بإجباره على قدميه حتى وقف في وجه قبر عميق، ورأى فيه شبه سر جمع كل ما حاول فكه. ميشيل وهو ينظر في قاع المدفن لم يكن يحتسب أن السر الذي تجمع في قدميه كان يحمل في طياته إدراكا عميقا لذاته. فجأة لمس حجرا صغيرا في زاربته، ونادى قوة غامضة تجمعت في المكان. في تلك اللحظة انفجر ضوء ساطع، ووجد نفسه في مكان جميل خارج الزمان والمكان. كان هو في حفنة من الزهور والنباتات، وفي سحابة فارغة من الرياح تحمل عبقات الماضي. لم يكن في ذاك المكان سوى هدوء وسلام. فجأة رفع ميشيل نظره ليرى سماء زرقاء صافية تتجسد فيها أمامه أفق جديد، حيث تمكن في تلك اللحظة من فك السر الذي أحاط به في عمر طويل. حين تجمعت الرياح مرة أخرى وفجرت صوتا عذبا قادما من السماء، فجأة تفجرت نفسه في سلام، وفجرت قوة غامضة في قلبه تفجر شعبات النور في سحابات فارغة، ليجد نفسه في رياح مدار جديد جاء منها الوضع الناعم الذي تفجر في دنيا جميلة، حيث ساد الصفاء والسلام في نهاية ميشيل وسعادته. وفي تلك اللحظة أدرك أن السر الذي فجر كل شيء في حياته كان هو السر في تفجره لذاته وإدراكها. انتهت القصة.